النهاردة هنعمل حاجة مرتبطة معانا بحلويات رمضان، اللي هي القطايف. ما بنعملهاش غير في رمضان، لأن تقريبا مش بنلاقيها في المحلات موجودة غير في رمضان بس. تعالوا نتعلم نعملها في البيت بمكونات سهلة جدا وبسيطة موجودة في كل بيت. الأول لو مش مشتركين في القناة اشتركوا، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك. يلا نشوف مكونات الوصفة معانا. كوبايتين دقيق عادي وعليهم كوباية دقيق سميد ورشة ملح ومعلقة سكر ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة. انا بدوب الخميرة في كوباية مية على جنب عشان اتأكد ان الخميرة شغالة. لو انت متأكدة من الخميرة بتاعتك حطيها على طول على الدقيق. هنحط على كل كوباية دقيق كوباية مية. لو مش متوفر عندي دقيق سميد هحط دقيق عادي. دقيق السميد بيساعد على قرمشة وبيدي طعم احلى للقطايف. هنقلبهم كويس قوي بالمضرب وهنسيبهم يرتاحوا على جنب 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط. وهنيجي في طاسة سخنة على النار هنمسحها بمنديل فيه زيت. انا مش هعملها بالفرشة عشان انا مش محتاجة تبقى مليانة زيت، انا عايزة اعملها بس مسحة بسيطة كده خالص بالزيت. فهعملها بمنديل فيه زيت، وتكون الطاسة سخنة وننزل بيها بقى بالمغرفة او بمعلقة. اي حاجة تدينا الشكل الدائري دوت. لو مش هتعرفوا بالمغرفة او بالمعلقة ممكن بإزازة مية، او بأي حاجة تطلع معانا الشكل مظبوط كده. الفقاعات اللي احنا شايفينها على الوش دي ده سر نجاح القطايف، انها تعمل فقاعات كده على الوش زي ما احنا شايفين. ما بنقلبش القطايف على الناحية التانية، احنا بنعملها على ناحية واحدة بس. اول ما نلاقيها استوت وعملت اللون الذهبي ده بنطلعها. انا بوريك انها ناجحة معايا وبتقفل وزي الفل، ما بتفتحش ولا اي حاجة خالص. الكمية دي 3 كوبايات دقيق دول عملوا معايا كمية حلوة جدا من القطايف. يعني لو هنشتري من بره كيلو تقريبا مش اقل من 30 جنيه. احنا عملناه في البيت بمكونات بسيطة جدا وسهلة وموجودة بالفعل في كل بيت. هنحشيها بالحشوة اللي احنا عايزين نحشيها بيها، اللي موجود عندنا هنحشيها بيه. ولو الكمية كتيرة ممكن نشيل جزء في التلاجة لتاني يوم او تالت يوم، لكن لو هنشيلها في الفريزر يفضل انها تتشال محشية، ما تتشالش وهي فاضل لان هي هتبوظ لما تيجي تطلعها تاني من الفريزر. انا حشيت الكمية اللي عندي كلها وشلت جزء في التلاجة، وهنقليها في زيت يكون سخن. اول ما يبقى لونها ذهبي كده هنطلعها من الزيت. القطايف بتاخد شربات يكون بارد ويكون تقيل. دقيق السميد بيخليها بقى ليها قرمشة كده وفي نفس الوقت طرية، يعني اللي هو نقطمها نلاقيها مقرمشة بس برضو طرية كده، ليها طعم حلو قوي. بيديها بجد مذاق جميل. انا جربتها بدقيق السميد وجربتها بالدقيق العادي. للأمانة هي بدقيق السميد اجمل. جربوها قولي رأيكم فيها ايه. ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.